السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. سموا بالله وصلوا على رسول الله حبيبنا وشفيعنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. طبعا النهارده زي ما انتم شايفين الفيديو من عند الفراخ البيضاء، والنهارده عمر الفراخ 43 يوم. 15 فرخة اللي باقيين النهارده عمرهم 43 يوم. ان شاء الله يومين ثلاثه بالكتير وهنذبح برضو. مش هنسبق الاحداث لما سن الفول اللي عندي اللهم صل على سيدنا محمد والعلف يخلصوا. ذبحت بقى بعد يومين بعد ثلاثه بعد اربعه على حسب برضو ما الحاجه اللي عندي تخلص. انا مش مستعجله زي ما قلت لكم، عايزه اطلع الفراخ دي احجام بسم الله ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين عشان رمضان، وقلنا عشان ما نهدرش ونجيب الفرخه تتهدر معانا، وانتم عارفين ان رمضان كل سنه وانتم طيبين صيام، هي تبقى الفطار او على كده السحور بنتسحر جبن زبادي، حاجات خفيفه، فول، حاجات خفيفه. يا جماعه احنا بنتكلم الكلام ده ليه؟ عشان الناس اللي بتقني معايا فراخ ووصلت الفراخ بتاعتها ل 3 كيلو 3 كيلو ونص ازيد اقل، ما تهدرش. حسب انت عندك كام عدد. مش تبقى واحده مثلا 4 افراد او 3 افراد وتجيبي الفرخه 3 كيلو تعملها في رمضان، لا حرام. معلش انتوا 3 افراد 4 افراد مش هتاكلوا فرخه 3 كيلو، ودي صيام اصلا. الواحد يا دوبك يعني لقمه وخلاص وانتهى الامر. فانت على قد ما تقدري ما تهدريش في رمضان يا جماعه، ما تهدروش في رمضان. الفرخه 3 كيلو 3 كيلو ونص 4 كيلو هنجيبها نصين ونخزنها بالنصين، نص نص. والله لو عندك حد ضيف او بنتك مثلا عازمه بنتك او عازمه ابنك، وبدل ما تطلعي نص طلعي نصين، بدل ما تطلعي 3 4 انصاص اللي هم فرختين طلعي 3، على حسب ما انت عايزه تطلعي. لكن فرخه كامله تطلعيها وتفككيها وتهدري منها وتحطيها تاني غلط. الناس اللي بتخزن الفراخ سليمه وتيجي تطلعها تفككها تاخد نصها وترجع تردها تاني في الفريزر هتبوظ خالص. كده غلط، مش هينفع الفرخه ترديها تاني في الفريزر. الكلام ده مهم جدا للناس اللي بتربي فراخ معايا. وهيبقى الموضوع ده مش موضوع فراخ بيضه بس، الموضوع ده موضوع بط، موضوع فراخ بلدي، فراخ ساسو، فراخ بيضه، شامل كله، كلام لجميع الطيور. يعني انا قلت عندي ان شاء الله بامر الله لما اذبح ال5 بطات البيور هنشوف طريقه التخزين بتاعهم. طبعا مش اولادي ما بياكلوش البط البلدي او اي نوع بط ايا كان. مش هينفع انا واحده من الناس باكل، انا اللي باكل بس اجيب لي اطلع ذكر بط اخد منه صدر ولا ورك واحطه تاني. فطبعا برضو طريقه التخزين بتاع البط مش هتبقى سليمه. مش هينفع في رمضان اطلع ذكر بط يا جماعه استنى لما يفك واخد منه صدر او ورك وارجع ارده تاني في الفريزر. لا، شوفي انت نظامك ايه وبيتك ماشي ازاي ونظام ولادك ايه وبتاكلي ايه وايه اللي بيكفيكي، وحطيه جاهز. تطلعي الكيس او الطبق الفل ايا كان فيه ايه بتطلعيه بالطلب. عايزه صدر هتجيبي نص فرخه، هتجيبي نص بطه، هتجيبي زي ما انا خزنت كده. اوريكم طريقه التخزين هتنزل لكم ان شاء الله. طريقه التخزين هتنزل لكم النهارده على الساعه 1 والساعه 2. طريقه الذبح والحاجه تنزل لكم النهارده، وهتشوفوا بقى انا ظبطت الدنيا ازاي وعملت كل حاجه لوحدها ازاي، عشان ما هقدرش في فراخي. تعبي والشقايه ما يروحش اعزكم الله في الزباله. بمعنى اصح، الحاجه ما بتترباش بالساهل، الحاجه ما بتتقنيش بالساهل. تعبك ومجهودك وعلف ومسؤوليه وقلق وقله نوم وقله راحه وكهرباء وفرشه ونشاره وتبن وادويه وخلطات واعشاب، وغير المسؤوليه والقلق اللي انت بتبقي عايشه فيه طول الدوره، بالذات الفراخ البيضاء. الكلام ده مهم يا جماعه للناس اللي بتسمع وتستفيد. مش الحاجه طالعه من بيتنا بقى كده احنا مش لاقيينها، لا ده تعب وشقه ومجهود في عز الساعه طالعه، في عز البرد طالعه، فلازم وكل شويه نطلع نطل على الحاجه. فخلوا بالكم يا جماعه من الحاجه اللي زي كده، ما تهدروش في الحاجه، حرام. النهارده عمري 43 يوم. هنشوف بس الفضلات اخبارها ايه معانا النهارده لغايه الذبح. اعزكم الله اهو فضلات الحمد لله كويسه جدا اهو. اهو يا جماعه بسم الله ما شاء الله اهو الفضلات اعزكم الله اهو. ايه اهو فضلات ما فيش اي حاجه، الفضلات الطبيعيه اللي احنا متعودين اهو نشوفها ما فيهاش اي حاجه الحمد لله والشكر لله اهو. اعزكم الله ماشي. عايزه اقول لكم ان الفراخ كده انا بزقها بسم الله ما شاء الله
فرق كتير طبعا. كل لما الفراخ بتقعد معاكي بتفرق كتير في الوزن، بس مش نقعد زياده عن اللازم. 40 45 يوم بكتير قوي، 40 45 يوم بكتير قوي، بس كده. ما تهدروش في الحاجه يا جماعه، ما تقولوش ده من تحت ايدينا وانيه بيتنا نهدر، لا. في حاجه مهمه عايزه اقول لكم عليها برضو. انت هتريحي بعد العيد، يعني رمضان اهو. انا واحده من الناس ما بقنيش في رمضان فراخ بيض. انا مش هقدر ان انا اليوم قصير وبشوف اكل بيتي بصلي اصل رمضان مش اكل وشرب بس، في عباده وفي صلاه وفي صوم وفي كل حاجه. فاليوم كله اصلا انتوا عارفين رمضان جاي في شتاء واليوم قصير، مش في صيف اليوم طويل، اليوم قصير. فانا طبعا مش حتى عمري ما هجيب، حتى لو صيف عمري ما هجيب دوره فراخ بيضه، لا في صيف ولا في شتاء، في رمضان بالذات، لاني مش هفضل ان انا اتابعها او اوليها، فما اجيبش الحاجه تقدم مني. فانتم احنا مش هنستكتر الحاجه على نفسنا، لا ما تستكتريش الحاجه على نفسك. رغم ان انا لايصه في المكان، بس مش هينفع ابيع حاجه، مش هينفع ابيع حاجه. ليه بقى؟ لان انا هريح بعد رمضان، بعد العيد حوالي اسبوعين 3 شهر، فعقبال ما افكر اجيب دوره كمان. فطبعا في خلال الشهر ده عشان ابيع 10 فراخ انا هشتريهم تاني، فيبقى انا كده ما بيعش حاجتي، يعني ايدي ما بيعش واجيب بدلها من محلات. فانا ربنا يسهل ونوفق المكان ونحط حاجتنا وما نبيعش حاجه. مش هينفع ابيع حاجه وانا داخل عليا رمضان والعيد ومناسبات وحاجات يا جماعه. وانتوا عارفين اسبوع في العيد بنفضل ناكل فيه، مش هناكل كل يوم لحمه يعني. وطبعا انتوا عارفين وقلت لكم قبل كده اولادي ما بياكلوش الا الفراخ البيض، فمش عايزين نهدر في الحاجه ونقول ده الحاجه كتير، لا ما مش كتير ولا حاجه. كتير هتقعدي مثلا راحه اسبوعين 3 شهر بعد العيد، وعقبال ما تفكري تجيبي دوره والدنيا تستقر معاكي. وطبعا شهر رمضان جاي لك عزومات، جاي لك كده جاي لك كده، هتدي لبنتك، هتعزمي بنتك، يعني هتراضي دي هتراضي دي بنتك دي هتراضي بنتك دي، يبقى الموضوع مش كبير عليكي برضو. ولغايه الان انا لسه برضو ما اديتش لاولادي، عايزه اعرفكم ان انا لسه ما اديتش لاولادي المتجوزين. اللي انا هبيعه ولادي ياخدوا، كله بيتراضى، اللي بيراضي العباد ربنا. خرجنا لوجه الله 4 فراخ وكل يتراضى. كلام مهم للي يسمع واللي يستفيد. المهم صلوا على النبي. طبعا كنا حاطين خميره سقايه فيديو وسقايه فيها بسيطه، وهنزود العلف بشويه سن فول، وهنحط عسل وخل وكركم، عسل وخل وكركم وخميره فوريه. اول مره اعمل معاكم المشروب ده. المشروب ده بقى لو عايزه تظبطي وزن فراخك حطيه عسل وخل وخميره فوريه وكركم، كل دي في سقايه، من كل حاجه معلقتين، من كل حاجه معلقتين مسح كده. بسم الله ما شاء الله، هتشوفي اوزان رهيبه. طبعا اللي بيكمل الموضوع ده كله سن الفوق. المشروب ده جبار في زياده الوزن. طقطقيه هنحط كل المكونات دي مع بعضها في السقايه، عشان انا بقول لكم برضه هعمل ايه اهو. معلقتين كركم، معلقتين عسل اسمر، معلقتين خميره، معلقتين 3 خل. الحاجات دي كلها تتحط في سقايه. 4 رتله نحط في سقايتين. صلوا على النبي حبيبنا وشفيعنا محمد، اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. وسموا بالله. وتعالوا بقى هنعمل ايه. نزود العلف على سن الفول ونعمل المشروب ده. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين زودنا العلافات، عملنا بقى خلطه كبيره عشان تقضينا الليله دي والصبح. جبنا سن الفول اللي كان عندنا وحطينا عليه ايه بتاع 5 كيلو علف او 6 كيلو علف، وقلبناهم كلهم. هو كان يجي مثلا اللهم صل على النبي نص كيلو او كيلو الا ربع سن الفول اللي كان باقي، حطيناه على 5 6 كيلو علف كده حوالي كده يعني، وقلبناهم. خدنا منهم النهارده وهنكمل منهم بكره. طبعا لسه في علف اهو، هنجيب برضو عليهم اللي في الشكاره يجوا 7 8 كيلو، هنجيب مثلا كيلو الا ربع ولا حاجه سن فول نقلبهم على ايه عليه. طبعا اللهم صل على النبي زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو. عايزه اقول لكم بقى سن الفول ده زي ما قلت لكم الفيديو اللي مشي سحر. وعايزه اقول لكم بقى الناس اللي عايزه تذبح وادت علاجات، ادت مضادات حيويه، ادت شيح، ادت حلبه، اعملي السقوه دي. قسما بالله هتاخدي منها حاجتين، واهم حاجتين احنا بنربي الفراخ عشانهم. هتاخدي منها حاجتين وهم اهم حاجتين في تربيه الفراخ البيضاء، وزن وطعم. هتاخدي من السقوه اللي انا عملتها دي اهم حاجتين، وزن وطعم. دي هتغير معاكي طعم العلاجات، طعم المضادات الحيويه، طعم الحلبه، طعم الشيح. السقوه دي رهيبه 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 في زياده الوزن. الكركم على العسل على الخميره الفوريه على الخل. حطيت يجي 4 معالق خميره فوريه على يجي
بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم حطيت بصراحه خل كتير، يجي عايزه اقول لكم يجي 30 40 سنتي خل، لان كل سقايه رتل على 10 سنتي خل. وحطيت اللهم صل على سيدنا محمد يجي 4 معالق عسل. انا بقول لكم بقى اللي انا حطيته بالظبط اهو، 4 معالق عسل او 5 معالق عسل كبار. وحطيت 3 معالق كركم كبار. يعني بكلمكم في المعالق الكبيره دلوقتي حاليا، مش الصغيره بتاعت الشاي، المعالق اللي احنا بناكل بيها. بنفهم اهو السقوه. السقوه دي لو انت عايزه تعمليها من عمر 12 15 يوم لغايه الذبح اعمليها. بس الناس بقى بركز عليها للناس اللي هي عايزه تغير طعم الفراخ من العلاجات، او الناس اللي عايزه تزود الوزن والوزن عندها ضعيف. الوزن عندك ضعيف، اعملي السقوه دي. اديتي مضادات حيويه وحلبه وشيح وعايزه تغيري الطعم، اعملي السقوه دي وادعي لام مصطفى. يا ريت الناس تتابع الفيديوهات لاني والله تستفادوا منها. الناس ما بتتابعش الفيديوهات وبتسال على الواتس، بس بيكون سؤالها بعد ما الدنيا بتخرب، بعد ما فراخها بتتعب وبتوصل لمرحله خلاص. ودي اللي احنا قلناه. تابعوا يا جماعه، عند غيري القناه اللي تستفادوا منها. تابعوا يا جماعه. لو انت عايزه تحافظي على فراخك، القناه اللي انت حباها سوا انا سوا غيري، تابعي يا جماعه تربيه الفراخ البيضاء. وشوفي انا جالي برد اتصرفت في الفراخ ازاي، فراخ جالها برد عندي اتصرفت معاها ازاي، بناء عليه تتصرفي. الفراخ جالها اسهال عندي ايا كان اي لون اسهال اتصرفت عليه ازاي تتصرفي. لكن انت مش متابعه وبتيجي تسالي ومحدش له طلب بال ولا فاضي للواتس. ليه بقى؟ في ناس يعني بتكبر دماغها وما بترضاش تخش تنفعك باي مشاهده ولا باي تعليق، ويحصل الكارثه تدخل لك على الواتس. انا متابعه فيديوهاتك كلها بس فراخي تعبت. طب لما انت تتابعي فيديوهاتي كلها وفراخك تعبت، طب يعني انا ما اتكلمتش على الاسهال تتصرفي معاه ازاي؟ طب انا ما اتكلمتش على البرد اللي جه فراخي اصلا وعالجته في 3 ايام كان راح، تتصرفي معاه ازاي؟ هي الفراخ البيضاء ما هي الا ايه؟ معوي تنفسي، فرشه نظيفه، تهويه، تدفئه. والناس اللي بتقول لي على الواتس او على التعليقات، مش فاكره بصراحه الموضوع ده، اني حد علق لي على واتس او في التعليقات على الفيديوهات ال 30 فرخ ياخدوا قد ايه مكان؟ 1.5 متر عرض و3 متر طول. طب كام لمبه؟ 3 لمبات. وبرضه ارجع واقول لو في الساعه دي 4 لمبات، يا ريت ان انت تظبطي التهويه والتدفئه وفرشه. وبرضه ارجع واقول تاني حسب المكان عندك، المكان اللي بيحكم عندك. مش انا دكتوره مكاني، شايفه ان في الجو ساقع بزود لمبه، الجو كويس بشيل لمبه. فانت دكتوره مكانك، اللمبات دي ترجع لك انت، التهويه والتدفئه دي مش هعرف انا اميزها، لان انت اللي واقفه في المكان مش انا. لكن طبعا الفرشه او المكان اللي ايا كان بقى، ارضيات بلاستيك او فرشه او تبن او نشاره، لازم النظافه يا جماعه. لو كل 10 ايام على ارضيات البلاستيك، ويوم على التبن، او كل اسبوعين على التبن. ايه بقى؟ مش هتشيلي، ان شلتي هيجي لهم برد. طبق الجير، طبق التبن، طبق الجير، طبق التبن. عايزه تنضفي كل 20 يوم على نشاره او تبن، زي ما انا نضفت كده. تجيبي الفراخ في جزء عشان ما يجيلهاش برد او تتعب، وتنضفي جزء بس. لما تيجي تحطي بقى طبقه تبن جديده او طبقه نشاره جديده، هتحطي الطبقه 10 سنتي، لازم تعليها عشان الفراخ تدفى. ما تحطليش طبقه سنتي وتقولي ده نضفت. سوا نشاره سوا تبني، بعد ما تشيلي السبله القديمه لازم تحطي على الاقل النشاره او التبن 10 سنتي. فهمتوني؟ بس كده. يلا حبايبي، طولت عليكم الفيديو بس كلام مهم للي يسمع واللي يستفيد. دي الفيديو بتاعنا كان النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم ونرضاكم وقدرت اقدم لكم حاجه تستفادوا منها واكون عند حسن ظنكم. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.